السلام عليكم. تعالوا بينا النهارده هنعمل اكله الشعب المصري كله بيه. زي ما انتم شايفين كده اكيد عرفتوها. هنعمل النهارده الكشري المصري الاصيل، وهنعمل كمان دجة الخل والثوم، وهنعمل صلصة الكشري بطريقة سهلة وبسيطة، مش هتاخد معانا وقت ولا مجهود. هنعمل الكشري في حلة واحدة. يلا بينا كده نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ونشوف الطريقة دي عملناها ازاي. اول حاجة هنا عندي بصل قطعته اجنحة، الكمية اللي انت عايزاها. انا عاملة كمية كبيرة ما شاء الله النهاردة، حوالي 2 كيلو بصل، واللي هنزل عليهم كده بالملح ومعلقتين من النشا واربع معالق من الدقيق، عشان زي ما قلت لكم عاملة كمية كبيرة. الكمية اللي انت عايزاها اعمليها، قطعيه كده البصل الاجنحة، ورش عليها الملح طبعا زي ما انت ما عايزة. وبعد كده هتحطي الدقيق وتحطي النشا. ما عندكيش نشا حطي دقيق، بس ما عنديكي دقيق يعني المتاح لك اعمليه، يا دقيق يا نشا. عايزه تحطي الاثنين حطي الاثنين. تمام. بعد كده غلفت طبعا البصل بتاعي كويس، وكده نخلته زي ما انتوا شفتوه على الصينيه. نزل كل الدقيق، البواقي بتاعت الدقيق والنشا. وبعد كده جبت حلة فيها زيت غزير، وزيت لازم يكون غزير ويكون سخن، والنار تكون عالية. وتنزي بعد كده بالبصل بتاعك، وايدك فيه بقى عشان يطلع اللون موحد. وعايزاكي لما تعملي البصل ما تتكيش على اللون كده، وتخليه يغمق معاكي، علشان البصل لو بعد ما بتطلعيه ويتعرض للهواء لونه بيغمق اكتر. فخلي اللون معاكي يكون ذهبي. البصل خليه لونه ذهبي كده، وهو هيطلع وهيتقرمش معاكي وهيغمق شويه اول ما اتعرض للهواء. شايفين لونه حلو ازاي؟ كده مناسب جدا. كل الكميه بتاعت البصل هعملها بالطريقه دياتي، بس علشان ما اطولش عليكم الفيديو. غلف البصل بالدقيق والنشا، او دقيق بس او نشا بس براحتك. انا غلفته بمعلقتين نشا بس والباقي دقيق. وبعد كده تنفضيه من الدقيق، وبعد كده تستخدميه بقى. سامعين الصوت؟ ادي هنا كل ما بعمل حاجه كل يعني بحطها في الحله كده، بطلعها بوريها لكم. هنا انا بوريكم اخر حطه كده في الحله في البصل. ادي هنا خلصته حبايبي. تعالوا بقى هنعمل مع بعض صلصه الكشري. هجيب حله على النار، ومن نفس زيت البصل هو هاخد شويه من الزيت. وبعد كده هنزل بمعلقه كبيره شطه حاره، ولحديها تشويحه كده في الزيت. وبعد كده هنزل بعصير الطماطم. بردي الطماطم عامله كميه كبيره، انت اعملي اللي يريحك، الكميه اللي انت عايزاها. لان انا صراحه النهارده عامله حله كشري ما شاء الله الله اكبر، عايزه البيت والحبايب كلهم ياكلوا معايا فيها. هنا حبايب بعد ما حطيت عصير الطماطم هنزل بالتوابل بتاعتي. معلقه صغيره من كل نوع: ملح، فلفل، كمون، كزبره، بابريكا، سكر. اي نوع من انواع التوابل او البهارات عايزه تحطيها حطيها. هنقلبها بقى، وكده صلصة الكشري هنركنها على جنب كده تسبك براحتها. هنيجي هنا عندي فوالة حاطة فيها 350 جرام من الحمص، عليهم شوية مية وشوية ملح، وهسيبهم يتسلقوا معايا. هنيجي هنا هنعمل دقة الخل والثوم برضه من نفس زيت البصل. هنزل بشوية زيت، وهنزل هنا بمعلقة من الثوم مفروم ناعم. هديه تشويحة كده يبقى لونه أصفر. واللي هنزل هنا بكوباية مية وبنص كوباية من الخل وملح وكمون. اول ما تلاقي لونها كده غير معاكي، بس ما تخليهاش غامقه، انزي بقى بكوبايه الميه ونص كوبايه من الخل والملح والكمون، بس فقط لا غير. ادي ملح وكمون. طبعا الملح والكمون ده على حسب رغبتك انت، على حسب الكميه انت اللي انت عاملاها هتحطي. انا حطيت نص ونص، نص معلقه صغيره ونص معلقه صغيره. هنا غلت معايا ولحط فيها. هنيجي بقى نعمل الكشري. وادي هنا يا حبايبي الصلصه بتاعت الكشري، وادي الحمص. تعالوا بينا بقى هنعمل الكشري. حله كبيره واسعه كده، واخدت برضي باقي الزيت كله بتاع البصل، وكان قليل وزودت عليه كمان، علشان هنعمل كميه النهارده محترمه، فلازم يتكتر معايا الماده الدهنيه. انا هنا نزلت بكيلو الا ربع من الشعريه، كيلو الا ربع، علشان انا زي ما قلت لكم هعمل كميه كبيره.
هتقلبيهم كده، بس ما خلي لونه اصفر، ما تخليش لونه احمر، عشان لسه هنعمل باقي المكونات. هنا نزلت بكيلو ونص من الرز المصري، كيلو الا ربع من الشعريه، حطيت عليهم كيلو ونص من الرز المصري. طبعا شطفته وصفيته، وهنديه كمان تشويحه حلوه. طبعا دي كميه كبيره، لازم تشوحيها كويس. يعني انا اخدت حوالي اكتر من 10 دقايق وانا اشوح في الرز مع الشعريه. قلبيها كويس، عشان كده قلت لك حطي كميه زيت يعني محترمه كده كويسه، عشان كل المكونات بتاعتي تتغلف. هنا يا حبايبي كمان معايا نص كيلو من العدس ابو جبه، وهو العدس الاسمر. طبعا ده غسلته يعني شطفته كويس ونقعته كده بميه دافيه لمده ربع ساعه، وصفيته. وهنا كمان هننزلنا عليه على الرز ومع الشعريه، ولازم برضه نقلبه كده ونغلفه كويس لمده 7 دقايق، تقعد تقلبي فيه كده. اهم حاجه الحله اللي تستخدميها تكون واسعه. وهنا كمان نزلت بكيلو الا ربع من المكرونه. كل حاجه معايا هنا كيلو الا ربع، كيلو الا ربع. تمام، علشان الرز كيلو ونص. والحمص يا حبايبي 350 جرام. هنا يا حبايبي بعد ما غلفت العدس ابو جبه، ونزلنا كمان بالمكرونه غلفناها بالزيت وكل حاجه مع كل المكونات. لحنزل بالميه، ميه تكون مغليه. ولحنزل هنا ده مكعبين من المرقه والملح والفلفل. هقلبهم طبعا ولحدوقوا. هلاقيه محتاج طبعا هنا ملح، لحنزل بشويه كمان من الملح زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده معايا الاسباجيتي، معايا نص كيلو من الاسباجيتي اللي هحطه كده من فوق. وقبل يكمل السوا بتاعه ويكون لسه قاعد فيها الميه بتاعته، اجي مقلباه. انا اللي هجيبه معاكم برضي خطوه بخطوه كده عشان تشوفوه. هنا اللي هغطيه، وزي ما شايفين شايفين صلصه الكشري هناك معايا بتغلي اهي يا حبايبي. هنا طبعا لسه ما شربش الميه بتاعته كويس اهو. اللي هقلبه علشان ما ينفعش، لان لو ما قلبتيش الاسباجيتي هتلاقيه لازق في بعضيه. قبل يستوي كده وتاجي مقلباه، وتهدي النار وتغطيه بقى يستوي على نار هاديه. هنا دي صلصه الكشري، هخليها تتقل معايا كده، وبعد كده اللي هوريها لكم. ادي حبايبي صلصه الكشري بعد اتسبكت معايا وبقت تمام وزي الفل. ادي شكلها ما شاء الله. زي ما قلت لكم النهارده عامله كميه محترمه هاكلنا والشارع كله كمان. ادي حبايبي الحله بتاعتنا بعد ما استوت، هنغرف كده مع بعض اهو. ادي الحله ما شاء الله. وادي صلصه الكشري هنحط عليها ما شاء الله. كشري جميل، طعمه رائع وحلو كده، ومناسب كمان انك تعمليه قبل رمضان. ادي حبايبي كمان البصل بتاعنا مقرمش وجميل ولونه حلو. انا بقى يوم ما بعمل الكشري كده برتاح نفسيا صراحه، لاني ما بشيلش هم اني انا عايزه اعمل عشاء. يوم ما بيكون في كشري اطباق بتبقى في ايديهم طول النهار، ما بحتارش في العشاء خالص. والله العظيم جميل وطعمه حلو. هنا يا حبايبي ادي الحمص بتاعنا استوى معانا، اللي هنزين بيه كمان الطبق بتاعنا من فوق ومن تحت. اللي وصلت بقى لهنا تحط لي كده، تحط صباعها كده على على اللايك وتديه. ما تبخلش عليا بقى، لانه هو صراحه طبق النهارده يستاهل ما شاء الله. طبق جميل ويشهي وكلنا بنحبه. ادي البصل بتاعنا، وادي صلصه الكشري، وادي دقه الخل والثوم، وادي الحمص بتاعنا. يعني اللي عايز كمان يزود يزود. شايفين ما شاء الله بيشهي. ادي دقه الخل والثوم، والله ريحتها تحفه، عشان كمان الخل مركز رائع، والله مخلي البيت مفحفح فيه. شايفين؟ عايزاكم بقى تجربوا الطريقة دياتي، وصدقوني هتعجبكم، عشان كمان ما فيهاش مواعين. هي حلة واحدة بس اللي احنا استخدمناها. بكده بقى انتهيت من الفيديو، واقول لكم السلام عليكم.